מעומק ליבי אם דבריי פגעו במי מכם, אבל אינני יכולה שלא לראות את המחיר היקר שאנחנו... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انهيار مذيعة إسرائيلية بسبب ما فعله المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا في لقطة لم ترصدها عدسات الكاميرا ورفعه العلم الفلسطيني وأبو تريكة يدخل على الخط. شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت متضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق ولن تنساهم وفخوراً باللاعب المغربي أشرف حكيمي، فاضغط إعجاباً بالفيديو وعطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. انهارت مذيعة التلفزيون الإسرائيلي على البث المباشر بعدما شاهدت اللاعب المغربي أشرف حكيمي وهو يرفع العلم الفلسطيني بعد تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا. وقالت هذه المذيعة الصهيونية: نحن في إسرائيل عندما تعرضت المغرب لزلزال قوي منذ عام وقفنا جميعاً وصلينا من أجل المغرب، وها هم المغاربة الآن يتخلوا عنا ويقفوا ضدنا ومع الشعب الفلسطيني. فما هو المبرر لرفع اللاعب المغربي أشرف حكيمي لعلم فلسطين؟ فهي رسالة للعالم بأن هناك قضية فلسطينية، فنحن نضغط على جميع لاعبي العالم بأنهم لا يرفعون العلم الفلسطيني، ولكن هذا المغربي والذي يدعى أشرف حكيمي طعن إسرائيل في ظهرها، فنحن نحب المغاربة ولم نتوقع منهم ذلك. طبعاً اللي عمله أشرف حكيمي هو فخر للمسلمين والعرب، وإن شاء الله القضية الفلسطينية ستنتصر على الصهاينة في نهاية الأمر، وإحنا كعرب نفتخر باللاعب المغربي أشرف حكيمي. فيما دخل على الخط أسطورة الكرة المصرية أبو تريكة وأدلى بتصريحات لقناة الدوري والكأس القطرية منذ قليل، وقال: أرفع القبعة للاعب المغربي أشرف حكيمي ولكل لاعب مغربي حر، فحكيمي لاعب على خلق ومحبوب للغاية، وكنت أتمنى من اللاعب المصري محمد صلاح أن يحذو حذو أشرف حكيمي وأن يرتدي الوشاح الفلسطيني هو وزملائه في المباراة الودية التي أقيمت ضد روسيا ويرفعون العلم الفلسطيني، ولكن مع الأسف لم يفعل ذلك محمد صلاح بسبب خوفه وجبنه. وفي النهاية، إذا كنت فخور باللاعب المغربي أشرف حكيمي ومتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، فاضغط إعجاباً بالفيديو ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.